عارفين القشطوزة اللي هي اكتر حاجة الناس بتتكلم عليها اخر يومين؟ فتعالوا بقى نشوف القشاطيز اللي منزلها بلبن، واخيرا هنشوف المسحب اللي كان مكسر الدنيا في السعودية اللي نزله مصر. والقشطوزة طعمها ما كانش ليه ريفرنس خالص بالنسبة لي، بس الطبقة اللي تحت شبه قوي طعم التشيز كيك، بس مهروس كده وتحس فيها بطعم القشطة والتشيز والبسكويت. والقشطوزة سعرها بيبتدي من 40 جنيه، والقشطوزة الاوريجينال عجبتني جدا علشان أنا من مدرسة البساطة تكسب، وعجبني ان فيه هنت خفيف كده زبدة بان بس تقريبا في الاوريجينال. واللي باللوتس كانت حلوه قوي علشان غير البسكويت اللي جوه القشطوزه عليها لوتس مجروش، وصوص اللوتس بتاع بلبن بيبقى حلو قوي. اما اللي بالبيستاشيو عجبني ان جوه الصوص فيه قطع فستق كده. والقشطوزه المانجا، فالمانجا ذات نفسها طعمها كان مسكر ولايق قوي مع القشطوزه. اما القشطوزه النوتيلا فكان طعمها قوي قوي، وعجبني ان فيه صوص فوق القشطوزه وفوق الايس كريم. اما المسحب اللي كان مكسر الدنيا في السعوديه فهو ايس كريم متغلف بالوايت شوكليت وعليه بسكويت لوتس، والميكس ده مع بعضه جامد، بس مشكلته ان هو بيسيح بسرعه قوي. وبس كده. ولو انتوا جربتوا